بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى عايزين بينا نصلي على النبي كده ونشوف بقى الأكلة بتاعتنا النهاردة في حتة تانية خالص. النهاردة بقى حاجة كده سي فود وحاجة فسفور من الآخر. معانا بقى سمك بولتي، انا غسلاه ومديله كده كام شريحة كده من الظهر ومن هنا ومن هنا، علشان خاطر نحشي. ومعانا طبعا بقى الحاجة بقى الجميلة، ملك الفوسفور بتاعنا، الجمبري. هنا بقى السمك بتاعي انا بوريكم ان انا غسلاه ومنضفاه. ومعايا بقى الدقة بتاعتي كانت فيها معلقتين كبار من التوم، ومعايا دقة كنت انا عاملاها فلفل احمر واخضر كده دقاه، وحاطه كمون وملح وكزبرة. السمك ما بيحتاجش توابل كتير عامة، هو ملح وكمون وكزبرة وليمون وحبة خل صغيرين، والملح بتاعنا طبعا. بنحشي بقى السمكية من جوه زي ما احنا شايفين كده، بنتبلها من كل الجوانب. هنتبل كله بقى وارجع لكم تاني. وهنا بقى كنت تبلت بقى السمك بتاعي كله، وقلنا نسيبه بقى شوية لحد ما ايه، نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. وهنا بقى معايا بقى ايه، فلفل الوان، ومعايا طماطم، ومعايا بصل مقطعه حلقات، ومعايا جزرايه، ومعايا طبعا ليمونه. وبقيه الدقه ديت انا هستخدمها في كل حاجه النهارده، في كل طبق اليوم النهارده، رز، جمبري، سمك. الطبق ده معايا لازم احط منه في كل حاجه. هنا هنبدا نشيل الكيس الرمل من الجمبري من الظهر من ورا. انا بوريكم هنا انا بغسله ازاي، وبشيل الايه، الحاجات الشنب الكبير ديت والحاجات ديت بقصقصها. وهنغسله كويس وننضفه بالملح والليمون، ونشوف بقى هنعمله ازاي. بنشيل اهو، انا بوريكم ان احنا بنشيل. هنا في سلسلة هنا في الظهر ديت لازم تشيل. هنا بقى انا معايا صينية فيها زيت، كانت قدح شوية حلوين. وننزل بقى بالبصلاية بتاعتي، ندبل البصلاية شوية، ونشوف بعد كده هنعمل ايه في صينية الجمبري الخطيرة. هنا بقى بنزل بعديها بالجزر. ليه؟ لان الجزر برضو بياخد سوا شوية. يعني بعد البصل انزل بالجزرايه، اشوح كله شوية مع بعضه، وبعد كده ننزل بباقي الحاجة الخضار اللي معايا، اذا كان الفلفل او الطماطم. وهنا بقى عقبال ما يتشوح الجزر شوية والطماطم والفلفل والبصل بتاع الجمبري، نبدأ بقى هنا نعمل الرز بتاعنا. هنا انا مقطعة بصلتين وسط، هنزل بيهم في الزيت وهحمرهم جامد، يعني هخلي لونهم بني غامق. هنحمرهم بقى. ومعايا اهو، لو انتوا واخدين بالكم، معايا بقيه الدقه، لان انا هحط منها على الرز واحط منها برضو على صينيه الجمبري بتاعتي. هنا بقى هبدا انزل بالفلفل، ادبل بقى الفلفل شويه كده مع الجزر مع الله، الالوان جميله يا جماعه، تفتح النفس قوي على الاكل. صينيه جمبري خطيره في حته تانية، هتشوفوها وطعمها تحفه. هنا بقى نزلنا بالفلفل الالوان، وننزل بقى بالطماطم. الله، الله على الالوان الجميله دي. ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي يا مجنة؟ بعد كده بقى ايه، هندبل كل ده مع بعضه، وبعد كده هننزل على طول بالجمبري بتاعنا. وهنا بقى بدأنا ننزل بالجمبري بقى. هنا انا بدأت ان انا اعلي النار، علشان ايه، اشوح كده وياخد لون على طول. انتوا اول ما هتشوفوا كده اللون هتلاقوه خد لون برتقاني على طول. هنا بقى نزلت بكل الكمية، اقلب بقى كل دوت. والبصلة شايفين معايا بتاعت الرز اهي بتتحمر. نزلت بمعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الملح. هنا بقى نزلت اهي الملح وكزبرة وكمون بس، ما بحطش حاجة تاني على الجمبري اكتر من كده طبعا. وهنزل بالدقة بمعلقة من الدقة اللي انا قايله عليها، اللي هي الثوم بالفلفل ديت، واشوح كل ده مع بعض. هنا بقى معايا البصلة خلاص كانت بدأت خلاص تخش اللون اللي انا عايزاه. هنزل بمعلقة من الدقة برضو اللي انا عاملاها. انا هشوحها بقى بالبصلة بكله. وبعد كده انا عندي نص كيلو من الرز انا غسلاه، نص كيلو بقى من الرز انا غسلاه. هننزل بقى وغلي، وعندي في الغلاية انا عملت مية مغلية علشان تغلي على طول، عشان الرز ايه، ما ياخدش وقت. هنا كانت اللون دوت هو ده اللي انا هو ده المطلوب للرز الايه، الصيادية بتاع السمك. هننزل بقى بالمية. وبس قبل ما هننزل بالمية هنحط بقى التوابل، معلقة من الكمون، وحبة من الكزبرة وملح، وحبة من القرفة اهو. ادي نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، وربع معلقه صغيره من القرفه اهي، وحبه من الملح. الملح طبعا زي ما احنا بنظبط، احنا لازم بندوق الملح بتاعنا عامل ازاي، والكزبره
وخلاص كده نبدأ بقى نشوح البهارات ديت كلها. كنت عايزة اقول لكم ان الريحة قلبة العمارة كلها ولا الشارع كله ولا ايه بالظبط. لا لا، الاكلة السمك دي كانت تحفة يا جماعة والله. صلوا بينا على النبي بقى يلا عشان نكمل بينا بقية الفيديو. نزلنا بالمية، نبدأ بقى ننزل بالرز بتاعنا، نظبط بقى الملح ونظبط ونقلب كده ونشوف هيحتاج مية تاني ولا لأ، ونسيبه يغلي على النار. واول ما يغلي ويبدأ يتشرب ميته نوطي عليه علشان خاطر يبقى مفلفل وطعمه حلو. هنا بقى خلصنا، نزلنا بالمية وظبطنا الملح. يلا بقى نشوف ايه، نخش على صينية الجمبري اللي كانت لونها وشكلها وطعمها. بصوا بقى الشوربة دي، هنعمل بقى شوية شوربة جمبري ملهمش حل مع الاكلة بتاعت السمك ديت. ما ينفعش يبقى فيه جمبري وما نعملش شوربة منه. يلا نشوف بقى وتخلص الصينية واوريكم شكلها عامل ازاي. هنا بقى علشان نعمل شوربة الجمبري نزلت بحبة من المية على معلقة صلصة ونص معلقة من الثوم. كل ده بقى هنزل بيه ويدوب بس ربع ساعة تغلي، وكده يبقى صينية الجمبري خلصت واستوت معانا. نخش بقى على السمك نقليه بقى عشان ايه نكمل بقية اكلتنا الجميلة ديت. هننزل بقى بحبة من الدقيق على حبة من النشا علشان السمك ما يبقاش شارب معايا زيت. هنا بعفر السمكية كلها دقيق بالدقيق بالنشا وايه، وبنفضها علشان الدقيق لما بينزل في الزيت ما يتحرقش. هنا بقى معايا الطاسة، الزيت سخن مولع نار علشان السمكية تنزل تتحمر وتبقى لونها ذهبي وجميل. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ فين بقى اللايك؟ خسارة فيها اللايك ولا الاشتراك؟ يلا دوسوا بقى باللايك والاشتراك. ايه رأيكم بقى؟ شايفين أكلة جميلة؟ اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده. ودي كانت سمكية بوري مشوية، هبقى برضو في مرة تانية اعرفكم طريقة الشوي ازاي. هنا بقى كنا نزلنا بشوربة الجمبري والرز والطحينة والسلطة والخضار بتاع الجمبري ده كان يتاكل لوحده بدون اي حاجة. طبعا الاكلة دي مش عايزة اقول لكم انا عملتها ازاي، انا كنت قابضة الجمعية علشان اعملها. كل فيديو ما تنسوليش باللايك والاشتراك، وحبة شوربة جمبري يستاهلوا بقكم. يلا استنوني في فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم الفيديو ده. مع السلامة.